بالله عندنا بعض الصراعات والحاجات في الحياة كده مصطدمين بيها وزعلانين منها. الاقي واحدة تقول لي انا كان نفسي اكبر شوية، قلت هكبر وارتاح. لما كبرت لقيت المسؤوليات زادت زيادة، قلت طب خلاص هتجوز وارتاح واقعد في بيت بقى وابقى ست بيت ومرتاحة. لما دخلت البيت لقيت مسؤوليات البيت اصعب، قلت انا هجيب عيل وانشغل فيه واتبسط بيه ويطلع حلو وامور وبيسمع الكلام وعينيه ملونة وكيوت وهادي ويسليني ويونسني. لما جه البيبي مش بينومني الليل وبطلع صعب جدا. قلت خلاص بقى جوزي هو اللي يساعدني وهو الامل. لقيته مش فاضي ومشغول. الحكايه ايه؟ مشكله فين؟ مشكله في توقعاتي ولا المشكله في الواقع؟ المعيار الجديد اللي عايزين ناخده من معايير النضوج النفسي معيار الواقعيه والتعايش مع الواقع وقبوله كما هو. احنا بنصطدم بين الواقع وتوقع. انا كنت متوقع وعامل حسابي وحاطط تصور في ذهني للحياه بالشكل ده. لما دخلت الحياه غلط، في حاجه مش مظبوطه. لا، هي مش الحياه غلط، هو توقعاتي ملهاش دعوه بالواقع. لما جبت الولد وبقى كبير شويه عشان ارتاح منه من تعبه، بقى مزاجه متقلب، يفرح قوي يكون بيضحك وفي 5 دقايق يقلب يتنكد ويدخل يرزع الباب وراه ويخاصمنا باليومين. شويه تاني يرجع مبسوط ومهيص وبيضحك وكانه ما زعلش وما كانش في حاجه حصلت خالص. الولد مجنون ولا البنت دماغها لسعت؟ ايه اللي حصل؟ لا، ده اسمه سن المراهقة. فالواقع بتاع المراهقة غير توقعي أنا عن سن. توقعي إن كبر ونضج وبقى في طول أبوه، خلاص بقى عاقل وهيعمل كل حاجة وراسي. لا، ده توقعي. بس الواقع بيقول إيه؟ أنا مش دارس الواقع. فالإنسان الناضج يقبل الواقع كما هو، ما يحاسبش الواقع إنه مش متطابق مع خيالاته ومع توقعاته. يفهم إن خيالاتي دي شيء ملوش دعوة بالواقع. يعني ببساطة كده يقول لك فلان متزن واقعي، عارف الحياة بألمها وفرحها. الحياة أخبارها جميلة وحلوة، مليانه الم، مشاكل، فيها مسؤوليات وفيها اتعاب. الاتعاب والمسؤوليات حلوه، والتعزيات والحاجات المنح والعطايا والهبات الالهيه حلوه. الناس بتعامل معاهم، مره بيساندوني يعزوني ومره ما بيقدروش يعني يعذروا ويقدروا وكتر خيرهم. مرات هيقفوا جنبي ومرات هينسحبوا حسب ظروفهم. انا بقبل الحياه كما هي، لكن لما حاسب الحياة على توقعاتي أنا وأعتقد أن توقعاتي مفروض يبقى مرجع الحياة تنسخ منه وتنفذ. لا، توقعاتي دي أحلامي، دي رغباتي، دي شهواتي، ده اللي بتمناه. بس الواقع غير متصل وغير متسق مع خيالاتي واحتياجاتي. أنا اللي بكيف نفسي على الحياة ولك أموت وافهم. بس نفسي أعرف ليه ربنا عامل كده. نفسي أعرف، عايز أعرف. لا نحتمل الغموض. لازم نعرف أن المعرفة بتاعتنا منقوصة وغير كاملة. مش هقدر أعرف كل حاجة. لازم أقبل أن الحياة فيها حاجات مش هعرفها.